يعني اليوم لما يعينونا شخص بيقول افكار بس هتاخدي مرتب على الافكار بس، نبقى ساعتها نشوف الموضوع ده. لكن انا دلوقتي عايزه فعلا اطور من نفسي، فانا بتجيلي فكره نتعامل بقى معاها ازاي. طبعا اول حاجه اللي بيخلي الفكره تموت عليا وكاني ركنتها ودفنتها، ان انا بتكلم بس زي ما قلت، ومش بقوم فعلا اشوف انا الفكره دي هعملها ازاي. ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مره بتشوفوني انا هدير ازاي. عايزه اتكلم النهارده لو جاتلي فكره جديده بقى او فكره عاديه هتعامل معاها ازاي او اعمل ايه. بس قبل ما نبدا حلقتنا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. طبعا الموضوع ده مهم جدا بالنسبه لي، لان كتير مننا مرينا اكيد بالموضوع ده، وانا طبعا منهم. ان انا يعني اوقات كتيره جدا بتجيلك فكره وانت ما اللي هو مش بتعملها، وبتنسى بقى يعني whatever إيه السبب. انت بقى ممكن بتنسى، ممكن حاجات كتيرة، ممكن بتكسل، بتضغط في حاجة تانية او بتتشغل في حاجة تانية، وبعد كده بقى بتعدي الوقت والايام وتجيلك نفس الفكرة. ممكن اصلا تكون ناسي ان انت الفكرة دي ما هو جاتلي قبل كده، طب انا ليه ما عملتهاش قبل كده؟ يعني ده اللي انا قصدي عليه. يعني انت اصلا ممكن تجيلك فكرة لاول مرة وما تعملهاش، ممكن تكون نفس الفكرة بتجيلك تاني وانت اصلا ناسي انها جاتلك اولاني. فاهمين؟ ازاي بقى نتعامل مع الموضوع ده؟ طبعا بتكلم على كل اي فكره اللي هو هتطور بقى من شخصيتك، هتغيرك للاحسن عموما. وافكار عاديه جدا، يعني مش بقول ان احنا لازم تجيلي فكره ان انا هغير العالم هخترع الذره، لا، انا بتكلم على افكار عاديه جدا. ممكن هدي بقى امثله يعني علشان عارفاكم طبعا بتحبوا الامثله. لو واحده عايزه تغير ستايل لبسها، دي حاجه عاديه جدا. واحده عايزه تغير لفه الطرح، تجرب حاجه جديده، يعني لفه تانية جديده. فاللي هو ممكن بقى تتشغل، ممكن تنسى، ممكن مش عارفه ايه، تقول ايه ده، ده انا كنت فعلا عايزه اعمل مش عارفه ايه. ممكن يكون مثلا حد بيلبس بناطيل عايز يجرب سكيرت وشايف انها شيك وحلوه ومهندمه وكده يعني. فاللي هو تنسى تماما. يعني ممكن بقى تعدي ايام وشهور وسنين، ولما تشوف واحده لابسه الستايل ده تفتكر ايه ده انا كنت عايزه اعمل ده، لو كنت عملته. اكيد اكيد كلنا مرينا بالموقف ده. انا عايزه بقى نقعد كده بالراحه وبهدوء ونحلل ونشوف بقى هنتعامل مع الموضوع ده ازاي. طبعا اول حاجه بتخليني الفكره دي تموت عليا ان انا بتكلم وبس، يعني بق. فاهمين؟ اللي هو الناس اللي بتقعد تتكلم وخلاص، اللي هو قاعدين في قاعده مثلا، ممكن تلاقي واحد من النوع اللي بيقعد يقول لك 10 20 فكره في نفس القعده، واللي هو على ارض الواقع ما بيعملهمش. انا طبعا مش عايزه الناس دي خالص. الناس دي تركن على جنب. انت اللي هو بالنسبه لي كده انت بق، يعني اللي هو هستفاد ايه لما انا اقعد اجيب افكار بس مش بعملها؟ يعني الافكار على فكره سهل جدا ان انا اقعد اقول 100,000 فكره. ما يعني اسال شات جي بي تي هيجيلك افكار كتير جدا. يعني انا مش بتكلم ان حد يجيب لي افكار، لا، انا عايزه لما تجيلك فكره حتى لو فكره بسيطه جدا، لو جاتلك فكره عاديه جدا، تقومي وتنفذيها وتطبقيها. زي ما قلت لكم حاجات عاديه، ممكن تكون حد عايز يغير ستايل لبسه، ممكن يكون حد بقى عايز مثلا يخرج خروجه جديده او في مكان جديد يروح يكتشف مكان جديد. ممكن يكون حد في شغل وعايز يطور من السكيلز بتاعته، ياخد بقى كورس زياده مش عارفه ايه. حد مش بيشتغل خالص بس حابب يطور من شخصيته، حابه البيزنس، حابه الاداره، اي حاجه. اي حاجه تخطر على بالك ازاي تحولي الفكره لفعل. لان طول ما الفكره فكره انا مش ما استفدتش اي حاجه. الفكره دي كده كانها محطوطه في الدرج وماتت، مش هعمل بيها حاجه. يعني اليوم لما يعينونا شخص بيقول افكار بس هتاخدي مرتب على الافكار بس، نبقى ساعتها نشوف الموضوع ده. لكن انا دلوقتي عايزه فعلا اطور من نفسي، فانا بتجيلي فكره نتعامل بقى معاها ازاي. طبعا اول حاجه اللي بيخلي الفكره تموت عليا وكاني ركنتها ودفنتها، ان انا بتكلم بس زي ما قلت، ومش بقوم فعلا اشوف انا الفكره دي هعملها ازاي. فاهمين؟ لان طبعا ولنفرض انا تخيلوا صحيت النهارده الصبح وجات لي فكره، مثلا انا عايزه اعمل النهارده كذا، عايزه ادخل حاجه جديده في يوم. تخيلوا بقى كده، تعالوا نتخيل السيناريو لو حد بيشتغل حد مش بيشتغل. يعني لو انتي بتشتغلي بتقومي تقعدي تجهزي الفطار. لو واحده ام بقى مسؤوله عن اطفال هتقعد تاخد بالها من ولادها مش عارفه ايه، تظبط لهم حاجات، تظبط حاجات في البيت، تشوف حاجات لجوزها مش عارفه ايه. بعدها بقى تقوم تروح الشغل. طبعا ده بغض النظر كمان عن اللبس، فقره اللبس. بعدها هتقوم تروح الشغل. في حاجات كتيره جدا اكيد هتعملها في الشغل. اكيد هي مش هتقعد تتكلم وقاعده كده في اللي هو قاعده كده مع نفسها في المكتب بتبص للسقف، لا، اكيد انت اي راحه بتعملي في حاجات بتعمليها. تخيلوا بس يوم واحد، يعني احنا دلوقتي بنحكي على سيناريو يوم. انت لو جاتلك فكره بالله عليكي بعد اليوم ده، اليوم لما هيخلص انت اصلا هتفتكري الفكره؟
يعني انت لو فعلا ما بتعمليهاش انت اصلا يعني هتموت الفكره دي، هتموت عليكي مش هتفتكريها. فده اللي انا بتكلم فيه بقى. انا لو جات لي فكره وفضلت اتكلم، بس من كتر الاحداث اللي بتحصل في اليوم ومن كتر المهام اللي ورانا، والواحد اليوم بقى بيخلص بسرعه جدا، هتنسي، اكيد هتنسي. يعني انت مخك مش دفتر، يعني دايما نقعد نقول انا مخي مش دفتر، تمام؟ فتعالوا بقى يلا نلجأ للدفتر. عايزين يبقى في نوتس معانا. جاتلك فكره تروحي تكتبي انا النهارده على طول، انت بقى مبرمجه عقلك، يعني انت مجرد هتجيبي نوتس للافكار او نوتس ان انت عايزه تطوري من شخصيتك وحاجات جديده، اول ما تجيلك هتروحي تكتبيها بقى بالديت بتاعها. تصحي الصبح او جاتلك فكره على طول تكتبي انا النهارده عايزه اعمل كذا، انا ناويه اغير ده في يومي، اغير ده في حياتي. كتبتيها تروحي تشوفي بقى انت هتنفذيها ازاي او هتعمليها ازاي، لان طبعا في حاجات حسب بقى انت اصلا عايزه تعملي ايه. واحده عايزه تاخد كورس بكل سهوله، هتعملي سيرش صغير تشوفي بقى انا مثلا النهارده قمت الصبح انا عايزه اخد كورس مثلا في البيزنس، عايزه اتفرج على حد معين، ما هكتبها انا عايزه اعمل كذا. خلال اليوم بقى انا النوتس دي معايا، ما انا هقعد افتحها، انا مش هجيب النوتس اكتب فيها وارميها وادفنها، لا انا النوتس دي معاكي عشان انت لو ما لحقتيش تكتبي وانت في البيت وانت في العربيه تكتبي وانت في الشغل هتكتبي وانت في البريك، فاهمين؟ ما انت الفكره وارد تجيلك في اي وقت، النوتس معاكي على طول. هتجيلك الفكره من هنا تروحي تكتبيها من هنا حسب اللي انت عايزاه، تروحي بقى تشوفي هتطبقيه ازاي وتنفذيه ازاي. مثلا ايه، انا عايزه اشوف حاجه في البيزنس، ما خلاص بقى ما الموضوع بقى سهل. يعني اللي هو عايزه اخد كورس اوف لاين، عايزه اخد اونلاين، عايزه على قد اتفرج على حاجه على السوشيال ميديا، يعني انت بقى هتقعدي تحددي المسار اللي انت هتسلكيه. فاهمين؟ فطبعا انت حسب اصلا ايه الفكره اللي جاتلك، تشوفي انت هتطبقيها ازاي، بس اهم حاجه تكتبيها. اكتبي الديت، عودي نفسك ان انت اي حاجه هتجيلك هتروحي تكتبيها عشان تعززيها، عشان تفتكريها، تتسجل هنا. يعني مش على قد كلام وخلاص عماله بقوله، مش على قد حاجه جوه مخي، فاهمين؟ لا انا بكتبها فعيني بتشوفها، فبقوم بقعد افكر. وعلى فكره رايت ات داون ميك ات هابن، انت بتكتبي الحاجه بتقعدي تفكري فيها بتجيلك افكار. طبعا موضوع الكتابه ده صح عايزين نتكلم عنه في فيديو لوحده يعني، فخلونا دلوقتي نركز على حوار الافكار ازاي نطبقها. فزي ما قلنا معاكي النوتس بتاعتك هتكتبي فيها الافكار اللي هتجيلك ايا كانت. واحده عايزه تغير الستايل لبسها، مثلا انا هروح المحل كذا عشان اشوف الستايل مش عارفه ايه، هشوف صاحبتي مين اللي بتلبس اللي هو يعني الستايل ده وفاهمه فيه اخدها معايا. هتبداي بقى مخك بقى هيبدا بقى يفكر في الحلول وتبداي تنفذي. اهم حاجه عندي اكتب الفكره اروح اطبقها، يعني طول ما انا عماله بكتب وبعمل وعايشه في الاحلام والاوهام مش هعمل حاجه. انا عايزه نكتبها علشان بس نرسخها اكتر وتفتكريها. يعني ليه بقول اكتبها؟ عشان افتكرها، لان زي ما قلنا من كتر الضغط اليوم ومن كتر الحاجات اللي بتحصل لك ومن كتر اصلا انت ممكن تكوني في يوم طبيعي جدا وتجيلك حاجات انت مش عامله حسابها، يعني فاهمين؟ اللي هو تجيلك حاجات خارجيه، واحده صاحبتك تكلمك كده تعالي مش عارفه ايه تعالي معايا، او واحده خطوبه، واحده جواز، حد تعبان عايزه تروحي له فاهمين؟ انا قصدي ان في اليوم انت اصلا في حاجات بتبقي مش مرتبه لها بتحصل لك، يعني حاجات خارجيه اصلا خارجه عن ارادتك، فهتنسي. لو ما كتبتيش الفكره هتنسي، فروحي اكتبيها، روحي شوفي هتطبقيها ازاي، ابدأي بقى طبقيها. طول ما هي ما بدأتيش يبقى خلاص هنفضل بقى نتكلم وخلاص وهنبقى بقى على الفاضي وما بنعملش حاجه. لا انا عايزه فعلا نطور من شخصيتنا، عايزه فعلا تقومي وتتغيري للاحسن، فتجيلك الحاجه تقومي تطبقيها. طبعا الموضوع ده مهم جدا جدا بالنسبه لي، علشان فعلا الواحد لو ما فكرش نفسه هينسى. يعني كتير جدا لو قعدتي كده مع نفسك وقعدتي تفكري انت كنت مثلا، اكيد 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 كلنا مرينا بالموضوع ده، كام مره جاتلك فكره وكنت عايزه تعملي حاجات كتير جدا ما عملتيهاش، وعدى الوقت بقى ما عملتيش حاجه فعلا. فبالنسبه لي طبعا الموضوع ده مهم جدا جدا، ان احنا فعلا ناخد بالنا منه ونفوكس عليه، لان انت لما تجيلك الفكره تطبقيها تنفذيها تكتبيها كل الكلام ده فعلا هتتغيري. هتعدي بقى الوقت وهتلاقي نفسك ايه ده، وهتحسي بالانجاز. يعني احساس الانجاز ده حلو، ان انا فعلا بعمل ده، انا فعلا عملت ده، يخليكي اصلا تتحفزي. اللي هو لما يجيلك فكره واتنين وعشرة خلاص بقى اوتوماتيك هتبداي بقى تعمليها.